السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد على قناة عالم التكنولوجيا والمعلومات. النهاردة هقول لك ازاي تثبت كالي لينكس هانتر على الموبايل بدون روت وعلى الترامليكس، تمام، وبكل سهولة. وهقول لك على الأخطاء، وهقول لك على أسباب اللي مش بتخليك تعرف تثبته، تمام. وهاقول لك على كل حاجة. والنهارده بإذن الله بداية كورس تعليم الهاكر الأخلاقي من البداية. لو عايز تتابع معانا الكورس ده، أول فيديو إن شاء الله هينزل الفيديوهات الجاية قريب جدا، تمام. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان تشوف جميع الفيديوهات الجاية إن شاء الله عن الكورس تعليم الهاكر من البداية. وكمان بكل سهولة، ومش هنحتاج غير الموبايل بس. مش هنعمل حاجات كتيرة، بس برضه هنتعلم نظام الحماية والتشفير والتهكير وكل حاجة في الفيديوهات القادمة بإذن الله. وفوائد تثبيت كالي لينكس: هو كان نظام مفتوح المصدر، تقدر تعمل عليه حاجات كتيرة جدا. جميع الاختراقات بتتم على كالي لينكس هانتر، وبتتم الأوامر اللي جوا الكالي، وده اللي هنعرفها في الفيديوهات القادمة بإذن الله. متنساش تدخل صفحة الفيسبوك، سيبلك الرابط في أسفل الفيديو، هينزل عليها أوامر وهينزل عليها شرح برضو مع قناة اليوتيوب. وكمان كل الأوامر اللي هتلاقيها في الفيديو ده، لو عايز هتلاقيها في وصف الفيديو تحت، أو هتلاقيها في قناة التليجرام، وسيب لك الرابط أسفل الفيديو، أو جروب الواتساب، تمام. كل حاجة الرابط في أسفل الفيديو. أولا هتدخل على الموقع الأساسي للترونكس، وسايب لك الرابط في وصف الفيديو أو في قناة التليجرام. هتضغط على تاني واحد اللي هو الملف التاني واحد، وبعد كده هتثبته. بعد كده هتفتح البرنامج اللي هو الترمكس بعد ما تثبته، تمام. بعد ما ممكن ياخد دقيقة معاك. ويلكم تو ترمكس، هنشطب الترمكس، هتكتب ابتي update، تمام. كده احنا بنشطب الترمكس، تمام. وتبدأ تدوس انتر، اللي هو الزرار اللي عامل سهم على الشمال ده، تمام. وبعد كده هيبدأ يشطب معاك. وبعد كده الأمر التاني ابتي يوبا جريد، وهتدوس عادي تنسخهم على طول، ما انا سايبهم لك. وبعد كده يو اللي هي تنسخ الأمر، وتروح حاطه بس من غير مسافات زي ما هو معمول بالظبط. وده لازم تركز في الأمر وانت بتكتبه، عشان ممكن لو كتبت أمر غلط تعمل مسح بيانات للتطبيق، وبتعيد كل الأوامر دي من جديد. هيبدأ يشطب ويحمل معاك زي ما انت شايف كده، تمام. هيبدأ يحمل ويشطب معاك، هو مش هياخد وقت على حسب برضو الانترنت عندك. يعني هو ممكن ياخد من دقيقتين لأربع دقايق، تمام. بعد كده هتدوس يو، تمام. الحوار ده هيجابلك أكتر من مرة، فانت كل ما يجابلك هتدوس يو عادي. يو يعني ايه؟ يو يعني يس، بس احنا بنختصرها. فكل ما يواجهك انت هتدوس يو، اللي هو بتاعت يو معناها اس. يو تاني. ولازم تركز في الأمر، عشان لو كتبت أمر غلط مش هتقدر تمسحه، فتعمل مسح بيانات للتطبيق وتعيد كل الأوامر دي من جديد. بعد الفيديوهات دي هنعمل كورس كامل تعليم الهاكر من البداية، بس مش بنزل فيديوهات كتير عشان مفيش تفاعل. فتفعل بلايك الفيديو عشان كل الفيديوهات تنزل على طول. بعد ما تشطب معانا تبدأ تكتب ابتي يبديت الأمر اللي كتبناه أول واحد، عشان لو كان في حاجة ما شطبتش تشطب تاني، تمام. عشان احنا ما يبقاش عندنا أي خطأ واحنا بنشطب. بعد ما شطب وخلصنا نكتب apt install wget، تمام. apt install wget وبعدها يو، تمام. الفيديو مش متسرع، الفيديو زي ما هو، تمام. بعد كده تكتب الرابط ده wget مسافة داش او وكابيتال، وتكتبه بالترتيب زي ما انا كاتبه. لو واجهتك خطأ اكتب في الكومنتات. وبعد كده تكتب الأمر التاني ده، لو واجهك خطأ اكتب في الكومنتات وهرد عليك أو تواصل معي. بعد كده دوت داش انستول داش نت هانتر داش تيرمكس، وبعد كده فتح معاك الكيل بكل سهولة، تمام.
فتح معاك بس لسه احنا هنحمله، هتدوس انتر وهيتم معاك التحميل. طب التحميل ده زي ما قلنا على حسب انترنت عندك، لو الانترنت عندك ضعيف فهو ممكن ياخد ربع ساعة، لو النت عندك قوي ممكن ياخد 10 دقايق، لو النت ضعيف ممكن يوصل لتلت ساعة. أما لو النت قوي شوية ياخد ربع ساعة أو 10 دقايق أو 7 دقايق على حسب. بس انت عادي تطلع من التطبيق وتسيبه يحمل براحته، فمش تمام. هتستناه. بس على حسب بعد ما النت حمل عندك، لو معانا زي ما النت انت قوي شايف شوية كده مش تمام. هياخد وقت، لو مش قوي ممكن ياخد في حدود ربع ساعة أو تلت ساعة. انت تطلع من البرنامج تروح تعمل أي حاجة في التليفون عادي خالص وهو بيحمل، يعني مش لازم تسمع. بعد ما ظهر قدامك كده دي صفحة الأكواد، ويعني في شوية حاجات من اللي هما انت تقدر تستخدمه. طب هو فتح لنا شاشة ترامليكس دلوقتي تمام. احنا عايزين شاشة كالي لينكس الطبيعية واللي هنكتب عليها أوامر وتشتغل معاك كترمينال. هتضغط على نت هانتر تمام، أو الاختصار تضغط NH تمام، وبعد كده انتر. كده فتح معانا الشاشة بتاعة كالي لينكس، وتقدر نكتب الأوامر ونقدر نستخدم دلوقتي. لكن احنا عايزين نفتحها الكالي لينكس على شكله الطبيعي زي الهاكرز المحترف تمام، وزي اللي بيستخدموه ونستخدمه كعادي كنظام على التليفون كزي نظام اندرويد تمام. دلوقتي احنا تأكدنا اللي هو الكالي لينكس اشتغل تمام، فهنطلع بره. مش هنطلع بره البرنامج، هنطلع بره الكالي لينكس. انت لو عايز تكتب اوامر تجرب ان هو شغال ولا لا براحتك تمام، هسيب لك اوامر عادي خالص تكتبها في قناة التليجرام تمام تجربه عادي. بس انا عشان وقت الفيديو هتكتب اكست، وبعد كده انت كده طلعت بره الكالينكس، فاحنا عايزين نشغله كشاشة عادية. هتيجي بعد ما كتبت اكس تمام، هتكتب نت هانتر كيكس باسورد، هنعمل باسورد تمام. وبعد كده هتكتب الباسورد. الافضل انك تخلي الباسورد سهل على قد ما تقدر، يعني هنكتب من 1 ل 8، وبعد كده انتر، وهنأكد الباسورد تاني من 1 ل 8 وانتر. كده هو بعد ما عمل الباسورد. الخطوة اللي جاية مهمة تمام، مش هندوس يه زي ما كنا بندوس في الأول، هندوس نو اللي هو باختصارها ان، وبعد كده انتر تمام. بعد كده بعد ما دوست انتر هتكتب نت هانتر كيكس وبعد كده انتر. هتسيب النافذة دي زي ما هي وتطلع بره. تعالى كده على المتصفح بتاع جوجل كروم واكتب ستور نت هانتر كوم تمام، ده كله هسيبهولك. وبعد كده تنزيل تطبيق تمام، هنحمل التطبيق، هنعمل للتطبيق داونلود تنزيل على اي حال، انتظر لما التطبيق يحمل. بعد ما حمل التطبيق هتعمل له فتح تمام، هيفتح معاك التطبيق. من هنا تحت او من غير تحت هنبحث على طول عن نت هانتر كيكس، وبعد كده هنحمله، هنعمل له داونلود، هيبدأ يحمل معاك تمام. ننتظر. بعد ما حمل معاك هتدوس على تثبيت، وبعد كده تدخل على الاعدادات، هتعمل للتطبيق السماح بالمصدر اللي هو يحمل التطبيق، وتعمل نت هانتر كيكس تثبيت، هيبدأ يثبت معاك. ننتظر. تم تثبيت التطبيق بالنجاح، هتدوس على فتح، نفتح التطبيق. بعد ما تفتح التطبيق انت تعمل له فقط لا غير السماح تمام. بعد كده نغير 5000 اللي هي 5900 نخليها 5000 تمام. 5901 59
5901. اتأكدت بس من الرقم 5901، وهنا تكتب الباسورد اللي كتبناه اللي هو من 1 ل8. تمام، وبعد كده هتدوس على كونكت، وكده فتح شاشة اللينكس على شكلها الطبيعي. تمام، فتح شاشة كاللينكس على شكلها الطبيعي ونقدر نستخدم. كمان في مميزات التليفون اللي هو ليه مميزات كتيرة جدا، زي واحد انك تقدر تستخدم توصل التليفون بكيبورد. تمام، وتقدر تستخدمه زي الكمبيوتر بعد ما توصله بكيبورد. وكمان في يعني حاجات أبقى هقولها في بعض الفيديوهات الجاية. تمام، هتقدر تعمل يعني انت كده اهو، احنا كده بنستخدم الكالينكس عادي على التليفون. ومميزات التليفون ايضا انك يبقى معاك في كل حتة. يعني انت الكمبيوتر او اللابتوب ممكن ما يبقاش معاك في كل حتة، لكن التليفون تقدر تستخدمه في أي حتة معاك. تمام، كده اشتغل. احنا شغلنا الكالينكس عادي خالص وبكل سهولة، وهنقدر نستخدمه. يلا بقى اتعلم معايا اهو شاشة الترم نقدر نكتب فيها أوامر. يلا بقى اتعلم معايا الكورس تعليم الهاكر من البداية والتركات، وهنستخدم الأوامر وهنكتب أوامر واختراقات شبكات واي فاي والحماية وكل حاجة هنستخدمها إن شاء الله في الخير. وفي آخر فيديو متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الكورس في آخر فيديو. سلام عليكم.